Les attaquants, عندنا أمين حارث، زكريا بوقلال، عبد الصمد زلزولي، إسماعيل السيباري، أمين أدلي، أمين أدلي. السلام عليكم. أمين عدلي الوجه الجديد في المنتخب الوطني المغربي في لائحة وليد الركراكي، لاعب صغير في الأعمار، قوي بدنيا وكيمتاز بالسرعة وأيضا تعدد المراكز في مراكز الهجوم. عنده الإمكانية يلعب كجناح أيسر وجناح أيمن وأيضا رأس حربة، وهذه الميزة اللي زوينة بزاف واللي غتنفعنا في المنتخب الوطني المغربي. أمين عدلي كيرتاح المركز ديالو اللي كيرتاح فيه هو جناح ايمن، يعني المركز اللي حاليا اللي كيلعب فيه زياش مع المنتخب الوطني المغربي. لاعب يصلح في الاجواء الافريقيه. وقبل ما نبداو الفيديو، شكون هو امين عدلي وعلاش اختار المنتخب الوطني المغربي؟ وقبل ما نبداو الفيديو، بيت اي واحد كيشاهد هذا الفيديو هذا يهبط حاليا يشترك في القناه، ما فيها باس، واحد لايك وشي تعليق زوين على هذا اللاعب، وعطيني الراي ديالك على هذا اللاعب، ويلا نبداو الفيديو. أمين عدلي بسيط في فرنسا، العمر ديالو 23 سنة، والديه مغاربة في مدينة سيدي فني. أمين عدلي بدا كيلعب كرة وهو في العمر ديالو 5 ديال السنوات فقط في نادي بيزيناس، ومن بعد غيمشي لآس بيزير. أمين عدلي نهار على نهار كيتبان الموهبة ديالو، من بعد غيتعاقد ليك مع نادي تولوز الفرنسي سنة 2015. لاعب قوي بدنيا سريع، وهنا غادي يتم الاستدعاء ديالو للمنتخب الفرنسي أقل من 18 سنة، واللي لعب معاهم 6 ديال المباريات. المميزات ديال أمين عدلي هو اللاعب بجوج ديال الرجلين، الرجل اللي كيرتاح فيها هي الرجل اليسرى. أول عقد احترافي ديال أمين عدلي في 2018 مع تولوز اللي صعدوه الفريق الأول. 2019 2020 الفريق ديال تولوز غادي يهبط للدرجة الثانية في الدوري الفرنسي، وهنا أمين عدلي غادي يتقاتل ويضاعف المجهودات في التدريب باش يضمن الرسمية ديالو مع الفريق ديالو تولوز اللي هو اصلا هبط فيه الى الدرجة الثانية، يعني عنده احتمالية كبيرة انه يلعب كرسمي. ذاك الموسم غادي يلعب 28 مباراة واللي غادي يعطي فيها ويسجل فيها 8 ديال الاهداف و7 ديال التمريرات حاسمة، يعني ساهم في 15 الهدف، واللي غادي يختمها بأفضل لاعب في الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي، واللي غادي ينتقل من بعدها إلى باير ليفركوزن في ألمانيا. في الموسم الأول غادي يماركي 4 ديال البيوتا و4 ديال التمريرات حاسمة في أداء جيد جدا ورائع ومبهر. وفي الموسم الثاني ل 2022 و 2023 غادي يبين مستوى اللي واعر ديال بصح، اللي غادي يلعب فيها 38 مباراة واللي غادي يسجل فيها 7 ديال البيوتا و6 ديال التمريرات حاسمة. حاليا عنده اهتمامات من عدة فرق، منهم باير ميونخ في الدوري الألماني، وأرسنال في الدوري الإنجليزي، وأيضا كنبغي ننساها اللي هي نيوكاسل ايضا في الدوري الانجليزي. امين عدلي دائما كان كيبين الانتماء ديالو للمغرب والحب ديالو للمنتخب الوطني المغربي، واللاعب في صفوف المنتخب المغربي رغم ان فرنسا بغاتو يلعب في الصفوف ديالها، وخد الاهتمام ديال الجامعة الفرنسية وايضا المدرب الفرنسي، لكنه فضل يلعب مع المنتخب الوطني المغربي لانه باغي يمثل المنتخب الوطني المغربي اللي كيبغيه والاصول ديالو وبلاد ليديه. وهو حاليا كيتواجد في اللائحة ديال وليد الركراكي واللي غيلعب معاه في الماتشان، وغيبين الموهبة ديالو وغيبين الانتماء ديالو وغيبين بانه كيستحق المكانة ديالو مع المنتخب الوطني المغربي. بيني وبينكم اي واحد بغيتو يهبط لي كومونتير ويجاوبني واش امين عدلي كيستحق انه يلعب مع المنتخب الوطني المغربي ولا لا،
وعلاش؟ بيت اي واحد يبين انه واش عجبو هذا اللاعب ولا لا. وان شاء الله راه غنتفرجوا فيه كاملين وغادي نعطيو الراي ديالنا في امين عدلي، وباذن الله يقدر انه يبين مستوى اللي واعر، لانه هذه تعطاتو واحد الفرصه اللي خاصو ما يخذلهاش، وانه عطاه الفرصه وليد الركراكي خاصو ما يخذلوش. وحتى المغاربه خاصو يبين المكانه ديالو مع المنتخب الوطني المغربي، خصوصا في ظل ان زياش حاليا ما متواجدش كاع اصلا في اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي، لان زياش ما عندوش الجاهزيه الكامله باش انه يجي ويتدعى الى المنتخب الوطني المغربي. وان زياش راه من واحد من الركائز اللي ضروريه في المنتخب الوطني المغربي، والنيفو ديالو اللي معروف وغني عن التعريف. داكشي علاش ما متواجدش في اللائحه ديال وليد الركراكي. وليد الركراكي فضل انه ما يستدعيش حكيم زياش باش انه يشوف وجوه جديده ومواهب اخرى ويجربهم، باش انه يعطي فرص اكثر للاعبين اكثر. ودابا حاليا امين عدلي عنده منافسه واحده فقط، هو مع ابو خلال. المهم نتمنوا ليه كل خير، ونتمنوا جميع المغاربه كل خير. واعطيني الراي ديالك في هذا اللاعب امين عدلي، واش كيستحق ولا ما كيستحق؟ ومرحبا بجميع الاراء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونلقاكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.